السلام عليكم، شحالكم ياك لاباس ياك الخير؟ وانا بيكم مرحبا وسهلا. وبغيت نشارك معكم روتين ديال نهار اليوم. بغيت نشارك معكم ملي واحد الطريقه للحوت كتجي في الفران، كتجي زينه تبارك الله. وواحد البطاطا ملي والدنجال اللي طيبتهم ملي في الفران. الصراحه والله اللي كيجيو زوينين، وثانيا ملي كيجيو صحيين واقتصاديين، ما مقليين في الزيت ولا شي، يعني مطيبين له في الفران. وشوف وانا بكم ونتمنى الفيديو يعجبكم. المهم قبضت داك الحوت وغسلته ودرتو في الشبكه وخليته استقطر مزيان من داك الماء. وشوف قبضت بطاطا اللي نقيتها وغسلتها مزيان وقسمتها على 4 كيف موضح في الفيديو. ونفس الشيء ملي عدت الدنجال حتى هي قبضتها وقسمتها على 4. واول شيء ضفت عليهم الثوم، العطريه، آه شوي من الكمون، شوي من الابزار، سكنجبير، شوي من الخرقوم، وشوي من الملح، وشوي من الربيع، وشوي من زيت الزيتون. وشوف خلطت المكونات مزيان نساجمهم مع بعضياتهم. شربت هيك العطريه يعني شربت بعض البطاطا من العطريه وذاك كامل. وتشوف ستفتها ودرتها في الفران. تبارك الله، جربوها ان شاء الله غالي تنال اعجابكم. جات تبارك الله زينه. بالنسبه للحوت نفس العطريه اللي درت البطاطا والدنجال درتها للحوت ما عدا الملح. انا الملح ما كنديرو في الحوت لان اهلي ما يبغوا، ما باغايه الملح قباله. وتشوف وهذا وانتم بغيتو ديروا الملح ديروه عادي. او تشوف قبط هذاك الحوت بعد ما شرملته مرمته في السميده كيف موضح في الفيديو كيف شفتوا. وتشوف نقبض الطاون ندير لها شويه من الزيت ونستف داك الحوت كامل كيف ما موضح في الفيديو. ونضيف رشه قليله من الزيت. او تشوف من فم نديرو في الفران يطيب. ونشوف تبارك الله بعد ما طاب جا تبارك الله تقولي لا مقلي في الزيت وهو ما طايب الا في الفران. تبارك الله جا زين ما شاء الله. وان شاء الله الا جربتو لينال اعجابكم. وشوفوا دابا راه قبلت لكم واحده وقعدت نعاتها لكم. شوف تبارك الله بحال هجا جا تبارك الله زين ما شاء الله. وعجب هاد الدار وانتم ان شاء الله هما اللي جربتوه اللي يعجبكم اللي يعجب اهاليكم. او تشوفوا اني بكم هون ضفت له شويه من البصل الاخضر من الفوق. وشوفوا تبارك الله بحالاش جا ما شاء الله، لا في المنظر ولا في المذاق ما شاء الله تبارك الله. حتى ديك البطاطا ما شاء الله جات زين وجات تدب في الفرن تبارك الله. هي وداك الدنجال. الانسان تم يغير ويبدل، مره يدير افكار من راسو، مره ما يتملى معتاد على نفس داك الطياب اللي عدل، مره يبدل يدير شي حاجه جديده وملي اقتصاديه لا من بيتك، يعني لا من داكشي اللي هو فات طيبي فني فيه. وبغيت نشارك معكم واحد الفكره هون بالنسبه للباربه. انا راهي نجيبها ونغسلها مزيان ونقبضها ونديرها في كامله وندير عليها الماء الحلو ونخليها لين طيب. ونديرها في طاسه بما ديالها ونديرها في الثلاجه تحت، يعني ما نديرها في الفريغو نديرها في تحت. ونتم نقبض منها الباربه بحال هكا. بغيت نديرها شلاضه، بغيت تم تبارك الله تقولي عنك لا كيفنك مطيبتيها ما شاء الله. لان الباربه الا درتيها في الفريغو صافي عاد لا العصير. ولكن هاي الطريقه اللي تخليك عنك تبغي دير بها شلاضه، تبغي ديرها مربعات، بغي ديرها بحال هاي الطريقه اللي درت لها انا دريك. الصراحه هاي الطريقه جربوها. ومي تبغوا تقلعوا الباربه من هيك الطاسه قلعوها لا بكتشار ولا بموس، ما تدخلي ايدك. الا درتي ايدك بحال هكا تخسر لك بالعجله وتفوت لك تبارك الله مده اطول. المهم انا راني درت الباربه هون، ضفت لها الليمون وقطعت عليها البنان مع الباربه. والله الا زين ما شاء الله. غتشوفوني بكم هذا هو غدانا اليوم واخترت نشاركه معكم. او توف بعد ما تغدينا مولي
دخلت الكوزينة. شوفوا الروينة ديال الماعين ما شاء الله ما شاء الله ما توفى تبارك الله. غسلت الماعين، غسلت الكوزينة مزيان. انا سبحان الله كتعجبني الشغل عاقب الغدا، لانك الا نقيتي كوزينتك عاقب الغدا وسيقتي الدار عاقب الغدا، يعني كتبقى لك تبارك الله. الا جاك حد عشيه ولا شي درت يجي تبارك الله يجبر دارك مسقوله وتصبح لك مولي مسقوله، لانك سقلتيها لا عشيت نهار على القايله. وحتى مولي شغل الليل، يعني الانسان ملي يتعشى يغسل مواعينه تصبح له تبارك الله كوزيتي مسقوله. الا بغى يعدل الفطور ويعدل مسالو يقيس مواعينه مسقولين. شوفوا راني سقلت الدار وانا من داك النوع اللي مهووس بشي ينقالو سياق للسيرة. حق الله شكون اللي كيفي يقولها لي في التعليقات. مجنونة للسيرة تكون مسخ ما نحملها سبحان الله. ما لابد لي من نسيق، لابد لي نسيق لسيرة ونرشها، لابد. هذه شي سبحان الله ودعو فيه مولانا. او توفى الله ان شاء الله الطالبين من عند الله سبحانه وتعالى. الله اللي يعطلنا واللي يعطلكم وكلها الله يمتعوا ان شاء الله بصحته وعافيته. او توف هذا هو روتي انا راهي نغلط يا الناس لا قبلوا عليا. هذا هو الروتين ديال نهار اليوم، يعني هذا هو خطيت فيه نهاري كامل وخطيت نشاركه معاكم. ونبيكم مرحبا وسهلا، نتمنى الفيديو يعجبكم ونبيكم مرحبا وسهلا.